مرحبا بكم في قناة عائلة يمنية في اليابان. تعالوا معنا المسابقة مع بابا. ادعوا لي فوز. هذا هو ميناء يوكوهاما، واللي يمر من عليه كل كباري يوكوهاما اللي هي أحد معالم يوكوهاما الشهيرة. وجهتنا اليوم إن شاء الله إلى جبل تاكاو. حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه اليوم من اللي تشتاقي له يا تالين؟ محمد رسول الله. محمد رسول الله. شاطر. هذه من أجمل المناطق اللي سكنت فيها، منطقة إبينا. سكنت فيها 3 سنوات، جميلة جدا جدا وطبيعتها رائعة سبحان الله. هذه الشركة اللي كان زوجي يشتغل فيها برضه في إبينا. مريوم عن إيش يحكي؟ على القمر إنه انشق. متى حصل؟ زمان أيام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شهر 8 يحب الموظفين اليابانيين انهم ياخذوا اجازة اسبوع او اسبوعين حسب الاجازات المتبقية عندهم. في بعض الشركات يكون لازم، لكن في بعضها اختياري. قد يكون بسبب انه في شهر 8 اصلا هو اجازة في المدارس، فتحب العائلات انها تتجمع ويسافروا، يروحوا تخييم، يسافروا لاهاليهم، برضه يسافروا برا اليابان. يا عيال قربنا يمكن احنا الان في النص، طالعين نص الجبل. جاهزين؟ أيوة. كل واحد أخذ زمزميته وأكلكم في السنة. خارطة الجبل والأماكن السياحة الموجودة فيه. اللي يحب يركب هذا النوع يطلع من هنا، واللي يحب يركب التلفريك يركب من هنا. أنا والعيال نركب من هنا، وبابا ومريم قرروا انهم يطلعوا من البوابة هذه ويركبوا هذا النوع من التلفريك. 3 أطفال. راوند تريب. اخترت راوند تريب. اوكي. مستنيين دورنا. ماما أنا مكتوب عليهم كذا ركني كبير. ايوه هذه للأطفال الكبار. ومكتوب إنه أنا طالب مدرسة. لا بس إنك في المدرسة. ما ليش مكتوب هذا ما كملت ما أروح. لا بس عادي، بعد أسبوع نرجع للحضانة. أيوة باقي من 2 أسبوعين. ما ليش مكتوب يونجي اليوم يا مصطفى. اليوم يعني هذا هو تاريخ ميلادك اليوم، صح ولا لا؟ صح. اليوم تاريخ اليوم، عشان كذا مكتوب على الورقة. من وراكم. آخر شيء ماشي مكان هنا. عادي لما نتقفل الباب هذا والباب هذا احنا نوقف جنب الباب. اوكي. يزن الزون عادي يسوي كذا يدي. ليش ما ينفع؟ الباب بيقفل، ممنوع. اوكي. هذا بيسوق صح؟ بيسوق التلفريك. 標高472メートル地点にございます。終点高尾山駅まで。نتعلم؟ لا احنا ماشيين على الأرض بس طالعين لفوق. نقطة التقاء القطارين، اللي طالع واللي نازل.
هناك كيف مرتفع بالمرة. الآن بيننا وبين مريم وبابا 3 دقائق. هم في الجهة الثانية لأنهم طلعوا بالكرسي. نحن بنطلع كرسي ماما. احنا طلعنا بالتلفريك بالكابل كار يا مصطفى. الآن نعمل لبابا شير لوكيشن عشان يعرف يوصل لنا. تعال نوقف شوية على جنب. أهم حاجة في الصيف ما توصلش يا مصطفى، لازم حد يرفعك. لا ولازم حد بابا ولا أي حد يرفعه. نشوف بالمنظار ندفع 100 ين بعدين نشوف. ايش تشوف؟ قائمة الأكل المتواجدة هنا، في حاجات ممكن احنا ناكلها زي ده بيتزا وبعدين بالتنور. هذه بطاطا حلوة وحلويات وهذا برتقال يعني ده بس وكيك ومش عارفة هذا تشيز كيك يمكن. وهنا مش عارفة ايش هو بالضبط. وهذا برتقال. هنا المطاعم ومحل الكوفي القهوة. هذه المطاعم محل الكوفي كمان. عادة لما اشتري ماء من المكان اللي زي دي يكون سعرها 100 110 120. هنا 180 ين. حتى الكولا الصغيرة ب150. الكولا الكبيرة ب180 برضه غالي. ممكن أحاسب كاش، أدخل الفلوس من هنا أو من هنا، أو ممكن ببطاقة البنك أو الكريدت كارد أو بطاقة القطار نفسها. هذه بطاقة القطار. كيف كان؟ حلو. ما خفتيش؟ لا لأنه أصلا الأرض قريب صح؟ أيوة قريبة. خلاص احنا نازلين ننزل زي مريم وبابا. أيوة. ايش رايك يا توتا؟ صح نبادلهم. لا. هم ياخذوا تذاكرنا واحنا ناخذ تذاكرهم انا وانتي. نقدر ها وكيف؟ ايش رايك؟ والله ايش رايك؟ تمام يلا بس مش تخافي خليكي شجاعة. نصحنا معنا 5 وهم 2. لا هم ياخذوا التذكير، نتبادل بس مع بابا ومريم وانتم تركبوا مع بابا زي ما انتم مع بابا. اصلا ما ينفعش، لازم كل كرسي يركب عليه الاب وطفل او الام وطفل. ما ينفعش مثلا طفلين واب او ام، ما ينفعش. شفت بيتنا يا مصطفى؟ بيتنا يبان؟ ما يبانش. فرق برا تشوف. نزل شوية. ايش كمان تشوف؟ ايش شوف؟ بيوت وايش كمان؟ خلاص نزلك شوف يطلع تالي. اعتقد هو دقيقة واحدة. ايش كمان؟ كل حاجة بيضة. لا كل السما يعني. ايش اخترتي يا زيزو؟ ايش؟ هذا ايش؟ ده عنب. عنب. وانتي؟ برتقال. وانت يا مصطفى؟ فراولة. انتي يا توتا؟ برتقال. هذا سعره عندنا مثلا ب100 ين من السوبر ماركت. هنا سعره 300 ين.
شوفي هذيك الماسك اللي صعب امسكه. ما امسك ذاك الماسك يفلت على طول. بسم الله، بدأت جولتنا. بسم الله، بدأنا. الآن نكمل مشي إن شاء الله للقمة، نشوف لفين نوصل. ونص الطريق في حديقة قرود. في حديقة قرود. طيب احنا شفنا القرود في الحديقة قبل أسبوعين لما رحنا، ما فيش داعي صح؟ ها لما رحنا وين الزو. ثاني قبل مشي. كبتو مشي. هذا لا يمكن أتصل لك. أشكال الحشرات اللي موجودة هنا. مش عصفورة يعني حقيقية، إنما نحتوها وحطوها في جذع الشجرة. يعني خافت. أنت حسيتيها عصفورة حقيقية؟ لا، احسب انت قاعدة تقولي ان كذا عصفورة كذا اي عطشانة كذا. ها واني بعدين لا 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 كذا مسكر. لا لا لا، لقينا هذه الأسماء مكتوبة في الطريق. من الحاجات الحلوة والمميزة طبعا انه كل شوية نلاقي محلات تبيع اكل، تبيع ايس كريم، ماء، وطبعا هذه موجودة في كل مكان. احنا بعد تجربتنا في جبل تسكوبا خلاص حرمنا نعمل المجازفة دي، واليوم طلعنا والله واحنا يعني خايفين مع الاولاد وكذا، لكن الحمد لله الامور لحد الان كويسة. الطريق كلها يعني ميسرة الحمد لله. في اللي عنده أطفال يعني والله بيابي صغيرة مولودين وجايين بأطفالهم الصغيرة هنا. باقي 20 دقيقة عشان نوصل للقمة، بس تقريبا المسألة فيها درج كثيرة من هنا. يلا يا توتة بسم الله، يلا اسبقهم، يلا احنا اتفقنا نسبقهم. من يفوز، فريق القمر ولا فريق الشمس؟ فريق القمر حلو. ان شاء الله احنا نفوز فريق أيوة. القمر. طول الطريق في معابد زي كذا، كل ما نخلص 10 سلالم او 20 نلاقي معبد زي كذا. شكل فريق الشمس بيسبقونا يا توتة، يلا. سبحان الله العظيم، ذكرت عندنا الأرياف في اليان. خلاص وصلنا التوب، ماما قالت وصلنا التوب خلاص تعبت. باقي شوية كمان، باقي يا مريم شوية، وكان مكتوب 20 دقيقة يعني باقي شوية إن شاء الله. وأخيرا وصلنا للقمة. مريم وصلت أول وحدة، وبعدين مصطفى ويزن، بعدين أنا وتالين، وآخر حاجة بابا. نريح شوية وبعدين نرجع ننزل. نشوف إنه كلنا فزنا، فقررنا نكافئ نفسنا وناخذ آيس كريم الصيف الياباني كاكي جوري، أكبر كاكي جوري شفته. هذه لوحة فيها كل أسماء الجبال اللي يمكن رؤيتها من هذه النقطة، مسجلة أسماء الجبال وارتفاع كل جبل فيهم. أعلاهم هو جبل فوجيسان بشكله المميز، ارتفاعه 3776 متر. هذا هو فوجيسان. سبحان الله شكله مميز لأنه زي المثلث نازل. وهذه بقية الجبال. الجبال طبعا مرسومة بنفس الشكل اللي يمكن رؤيتها من هنا. لا الساعة 6:15 راجعين. لما كنا طالعين كان العيال يسحبوا سحب، بس الآن تسابقوا لأنه كلها نزلة.
نازلين سلكنا طريق ثاني، بس كان صعب بصراحة. العيال كانوا في قمة الاستمتاع وأنا كنت في قمة الخوف. نفس الطريق؟ لا هذا شوية أحسن. العيال هناك في الآخر وصلوا، بس هذه أهون من اللي فوق. أول ما سمعت الصوت ظنيت إن العيال هم اللي يلعبون، بس طلع كأنه في حد يعمل هذه الحركة، يدق الجرس. لما طلعنا من هنا، ومن حد هنا لحد فوق صعبة، يعني اللي عنده أطفال وفي داخل عربية صعب عليهم جدا لأنها أغلبها سلالم، وطبعا هنا كلها دراج يعني ومرتبة وحلوة. احنا راجعين الطريق هذه كانت مقفلة، وخلونا نرجع من هنا طريق عادية يعني قديمة، وفعلا يحس الواحد انه اتسلق جبل. شوفوا كيف شكل الدرج. الآن أغلب العمال يعملوا زي الصيانة ويتفقدوا الأماكن يعني، والمحلات طبعا الآن بدأت كلها تقريبا قفلت، واللي يعبي الآن يعني مواد جديدة، واللي ينظف واللي يعمل واللي يسوي. هذا كان يصلح حاجة في الدرج اتخربت، الصيانة بشكل يومي، عشان كذا ما شاء الله المكان يعني محافظ عليه. هذه زي بوابة كبيرة. الآن بدأ المطر ينزل، وأغلب المكان معابد وتماثيل. هذا الآن نور المفروض، وتحت كل الطريق منورة، حتى الطريق هذا اللي أقول عليه قديم وبدائي كله مضاء. هذه خارطة الجبال والمسارات اللي تطلعنا لأعلى قمة جبل تاكاو. احنا اخترنا واحد منهم طبعا، وكملنا لحد ما وصلنا للقمة. ولو يعني كان في عندنا وقت كنا مخططين نروح لآخر جبل على اليمين اللي هو ارتفاعه 855 متر، لكن لو تحركنا من قمة جبل تاكاو إلى جبل جيمبا ناخذ تقريبا 5 ساعات مشي على الأقدام، فمستحيل كان اليوم، أصلا مستحيل مع الأطفال، صعب جدا. إن شاء الله نروح له مرة ثانية رحلة أخرى. وصلنا لنهاية اليوم، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالكومنتات، واقتراح أماكن حابين تشوفوها أو شفتوها مثلا في الانمي وحابين تشوفوها على الواقع. أترككم في أمان الله وحفظه، لا تنسونا من دعواتكم.